كان عندنا حارس لو اتحدف عليه تلاجة بتدخل. انا هجيب جول هوبا ضعيفه ايه ده. ده بجد مش هزار، وكنا مستحملين وبنضحك على نفسنا ونقول وحش افريقيا. شريف اكرامي اسوأ من شغل مركز حراسة المرمى في النادي الاهلي. مدرس لغة عربية جيد، حارس مرمى خرم، وخرم هنا صفة على كم الاجوال اللي دخلت فيه من بين رجله. اكتر حارس مرمى الكورة كانت بتقع من ايده، واكتر اهداف كوميدية دخلت في الاهلي طوال تاريخه هتلاقي شريف اكرامي ابناء العاملين السبب فيها. يسكت؟ لا، يطلع يتحفنا كل فترة بتصريح ينم على مستوى ذكائه وعبقريته في كل حاجة. الامضاء شريف كريازي. شريف اكرامي اسطورة من اساطير الاهلي، ولكن في الضحك زي ما كلنا شايفين كده من خلال الفيديو ده. شريف إكرامي كان سبب رئيسي في خسارة الأهلي لبعض البطولات الأفريقية وغيرها بسبب أداء متدني كحارس مرمى. لعب مع الأهلي لمدة 10 سنين، وكانوا أسوأ 10 سنين للأهلي في مركز حراسة المرمى. خليني أقول لك عزيزي الأهلاوي إحصائية غريبة جدا، إن رغم ضعف مستوى شريف إكرامي كحارس مرمى بس قدر يعمل رقم قياسي في عدم استقبال الأهداف. 733 دقيقة بدون استقبال أهداف كأكتر حارس مرمى حفاظا على نظافة شباكه. وده طبعا مش بسبب شريف إكرامي طبعا خالص، ولكن بسبب خط الدفاع القوي جدا اللي كان بيلعب قدام شريف زي وائل جمعة وغيره. ولكن لو على شريف، كلنا شفنا الماتشين اللي لعبهم مع بيراميدز بخط دفاع ضعيف عمل فيهم ايه. تخيل بقى حارس متواضع جدا كإمكانيات فنية، بيسرح الكرة بتقع من ايده كتير جدا وبتدخل بين رجله كمان، كان بياخد بطولات ويحقق ارقام وبيروح منتخب مصر، وكل ده بفضل مين؟ بفضل الاهلي، وفضل مجلس اداره الاهلي، وفضل جمهور الاهلي وسكواد الاهلي القوي جدا اللي هم احسن لعيبه في مصر، وخاصه في خط الدفاع. ويوم ما حب يطلع من النادي الاهلي، او في مدرب معين قال عليه لو اتشاط عليه ثلاجه هتدخل وخلاص، الراجل قال له انت مالكش ترتيب مع السلامه، حب يخرج من الباب الصغير مش من الباب الكبير، وعمل عداوه مع الجمهور اللي عمل اسم شريف اكرامي من السراب، ويخسر الاهلي كمان اهم موهبه الاهلي كان بيحضرها لسنين قدام، استغلالا لصله القرابه وصغر سن رمضان صبحي. اسوأ عقليه رغم فصاحته في اللغه العربيه والبيانات، مسيره يليق بيها انها تفنش في بيراميدز او الزمالك يا رب مع اقرانه عبد الله السعيد وشيكابالا. والمضحك في الامر ان الراجل ده كان خرم كمان في التدريبات مش في الماتشات بس. والله زي ما بقولك كده وزي ما انت شايف كده، كرة في التمرين ضعيفة جدا برضه بتعدي ما بين رجله. وحش افريقيا شريف اكرامي. هيجي واحد يقول لي وشريف اكرامي وماله مال قصة رمضان صبحي؟ هقول له لا، شريف اكرامي كان سبب رئيسي واساسي ان رمضان صبحي يروح بيراميدز، بس دي مش مشكلتنا دلوقتي. مشكلتنا في واحد كل شويه يطلع يتكلم عن النادي الاهلي يقول لك مبادئ ايه وبتاع ايه، واللي اسمهم ايه دول اللي ما يتسموش بياخدوا الكلام ده يعملوا عليه ماتيريال ومحتوى، شوف اهو الاهلي واهو بتاع. فاحنا حبينا النهارده نوضح ونبين شريف اكرامي كان لعيب عامل ازاي، او امكانياته عامله ازاي، او فنياته عامله ازاي. وياما ياما ياما حتى قبل ما نطلع السوشيال ميديا خالص كنت بطالب برحيل شريف اكرامي، لانه حارس لا يرتقي لمستوى النادي الاهلي. الحمد لله لحد ما ربنا كرمنا بمحمد الشناوي، وجه مدرب عنده عين او مدرب خبير قدر يشوف ان الشناوي عنده حاجه مختلفه، وان شريف اكرامي حارس على قده، او حارس نص لبه، او حارس خرم زي ما كلنا شفنا في الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير لاوسع نطاق، لان ده اللي بيخلي الفيديو ينتشر. تفاعلكم مع الفيديو. وبس كده، سلام.